السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كي ديريت. الاقتراح ديال اليوم عبارة على خبيزات رطبين هشاش. كيف ما تلاحظوا هاد الخبيزات هادو اللي ممكن نديروهم لوليداتنا قبل ما يمشيو للمدرسة يفطروا بهم، ولا حتى ملي يرجعوا المدرسة نديروهم ليه في البوتي، ولا كذلك ممكن نوجدوهم في الشهر الفضيل نزينوا بهم مائدة الإفطار. هاد الخبيزات هادو اللي بحشوة رائعة وهائلة. ما نطولش عليكم، يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. وفضلا وليس امرا على الاشتراك في قناه كيا ديريس مع تفعيل الجرس مع لايك وتعليق جميل للاستمراريه وتشجيع القناه، وما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب، ولكم جزيل الشكر. لهذه الوصفه غادي نحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الرطب اولا الابيض اولا الفورس كيف ما كتسميوه، بيضه واحده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السنيده ولا السكر الخشن، 4 غرام ديال خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال لا كريم فريش اللي ممكن تستغنوا عليها، جوج ديال الياغورت طبيعي، وملعقه كبيره من زيت الزيتون. غادي ناخذوا الريسيبيون ديالنا وغنديروا فيه النواشف اللي عندنا. نديروا الدقيق، غادي نزيدوا كذلك الملحه والسنيده وكذلك خميره الحلويات، وغادي نخلطوا هاد العناصر اللي عندنا ولا هاد النواشف اللي عندنا، وغادي نزيدوا بيضه واحده، نزيدوا كذلك ملعقه ديال لا كريم فريش ايبيس، وغادي نزيدوا الياغورت اللي عندنا، جوج ديال الياغورت طبيعي، واخيرا غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغادي نخلطوا هاد العناصر كلها اللي عندنا ونعجنوا العجينه ديالنا عادي بلا ما بلا والو، غير بهاد السوائل هادو اللي حنا درنا في المقادير هما اللي غادي يجمعوا لنا هاد العجينه ديالنا. نستمر بنفس العمليه حتى كنحصل على عجينه متماسكه على هذا الشكل هذا. هي واحد شويه كتلصق في اليدين ولكن راها عجينه ممتازه. غادي نغطي عليها ونخليها ترتاح ونعاودوا نتلاقاو. بالنسبه للحشو غادي نحتاج 150 غرام ديال الجبن. هنا انا استعملت فيتا، ممكن تستعملوا اي نوع ديال الجبن عندكم متوفر في المنزل. عندي 250 غرام ديال الجبن المبشور، وعندي البيض باش نجمع هذا الفرماج. غادا نبدا ببيضه واحده، ولا كان خصني مازال غادا نزيد البيضه الثانيه. غادا ناخذ الريسيبيون وغادا نفرتت فيه هذا الفرماج فيتا ولا جبن فيتا اللي ممكن تعوضوه بالجبن المربع او لا المثلث. ممكن كذلك تعوضوه بجبن موتزاريلا باردون ولا فروماج شيفر. غادا نحل هذا الفرماج هذا وغادا نزيد عليه الكميه اللي عندي ديال الجبن المبشور 250 غرام، ونزيد كذلك بيضه واحده، وغادا نحاول ندخل هاد البيضه في هاد النوعين ديال الفرماج اللي عندي، وغادا نشوف الا قداتني بارك، ولا ما قداتنيش غادا نزيد البيضه الثانيه. نتوما عينكم ميزانكم. غادي نخلطوا العناصر حتى كنحصلوا على واحد العجينه ديال الفرماج اللي متماسكه وقاطه في راسها، واللي ممكن نشكلوها كيف ما بغينا. انا صافي غادي نكتفي ببيضه واحده لان الخليط ديالي تجانس وليت متحكمه فيه، وليت كنقدر نشكلو على هذا الشكل. صافي غادا نغطي على هذا الفرماج ونخليه على جنب ونعاودو نتلاقاو. ندوزو دابا باش نخدمو العجينه ديالتنا. ضروري ما نرشو القليل من الدقيق، وغادي نحاولوا نديرو كويرات
بنفس الوزن. هنا انا كل كويره استعملت فيها 136 غرام باش يجينا قياس واحد في هاد الخبيزات. نستمروا بنفس العمليه حتى كنكملوا هاد العجين ديالنا. من بعد ما سالينا العجينه ديالتنا كامله وشكلناها على شكل كويرات، نغطيو عليها ونخليوها ترتاح الوقيته اللي غادي نشكلوا هاد الخليط ديالنا ديال الجبن. ولكن هاد المره الجبن غادي نشكلوه على شكل خبيزات صغار على هاد الشكل. غادا ندير 5 ديال الخبيزات ديال الفرماج يكونوا كبيبرين ووحده صغيره، لان شاط ليا العجينه اللي عطاتني كويره صغيره. انا كنسرع الفيديو باش ما نطولش عليكم، وكنتمنى الفكره تكون وصلاتكم. نستمر بنفس العمليه حتى كنكمل هاد الفرماج اللي عندي. ودابا غادي ندوزو باش نعمرو هاد الخبيزات ديالنا بالخبيزات ديال الفرماج. غادا ناخذ الكويره الاولى، وما تنساوش ترشوا دائما بالدقيق لان العجينه كتلصق. غادا نبسط هاد الكويره مزيان على هاد الشكل، وغادا ناخذ خبيزه من هاد الفرماج هذا. غادا ندوزو في الفورص اولا الدقيق الابيض على الجهتين وبهذا الشكل هذا، وغادا نسوسها ونحيد داك الفائض ديال الدقيق، وغادا نحطها في الوسط ديال هاد العجينه اللي انا بسطت، وغادا نجمعها مزيان حتى كنسد على داك الفرماج اللي عندي، وغادا نخليها ترتاح. نستمر بنفس العمليه مع هاد الكويرات الاخرين. صدقوني هادو خبيزات كيجيو رائعين وهائلين، سواء بالنسبه للولاد الصغار مع الصباح قبل ما يمشيو للمدرسه، او ليو باش نديروا لهم الخبز فيه الفرماج هذا كيكون معمر وموجود، وحتى في الكوتي علاش لا. وبالنسبه للكبار نيت في رمضان الكريم في الفطور كيجي هائل. بالنسبه للحشو ممكن تستعملوا اي نوع ديال الحشو نتوما بغيتو، هذه غير فكره انا اقترحتها عليكم. نكملوا هاد الخبيزات ديالنا ونغطيو عليهم ونخليوهم حتى يسخاو مده 5 دقائق ونرجعوا لكم. ودابا غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب. عندي هنايا مقله درتها تسخن، عندي القليل من الزبده وعندي الدقيق الابيض اللي غادا نستعملو. غادا نبدا ان شاء الله بالكويره الاولى اللي عمرتها، وضروري نرشو الدقيق، وغادي نبسطو هاد الكويره. المقله ديالتنا راه كتسخن، نبسطوها مزيان صافي. وغادي نديروها في المقله طيب بحال المخمار ولا البطبوط، كل واحد كي كيسميه، غير هذا ما فيهش الخميره وما معجونش بالماء. هاد لاباط بهاد لي زانغريديون الصراحه كتجي زوينه ورطبه. ناخذ شويه ديال الزبده، غادا ندوزو في هاد المقله هادي، وغادا نطيب الخبيزات ديالي عادي كيف ما كنطيبو
البطبوط كيف ما سبق ليا وذكرت. اون فوا كطيب من الجهه الاولى نقلبوها للجهه الثانيه وكندوزو عليها القليل من الزبده الا بغيتو. انا غير باش تعطيني شويه ديال اللمعان هاد الزبده هادي صافي. اون فوا كطيب كنعاودو العمليه مع الخبيزه الاخرى وكنوجدو الخبيزه الاخرى وكنستمروا حتى كنكملوا الخبيزات كاملين. صدقوني كيجيو روعه 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 الصراحه. والله كنتمنى تجربوهم، سورتو انهم ما كيحتاجوش يخمروا، ما كيحتاجوش يعني لشي فارس اللي هي صعيبه. نكمل الخبيزات ديالي ونعاودو نتلاقاو في الطبق النهائي. الخبيزات ديالنا ها هما وجدوا، غادي نحطهم في طبق التقديم. كيجيو على هذا الشكل هذا، صدقوني كيجيو روعه روعه وهائلين. شوفوا كيف ما كيطرطاو، كيجيو فنين. كنتمنى تجربوا هاد الخبيزات هادو لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. غادا نقطع لكم هاد الصغوره هادي اللي شاطلي وغادي نشوفوها كي جات من الداخل. كتجي على هاد الشكل هذا، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ولا الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. ولا عجبتكم ما تبخلوش عليا لا بلايك ولا بتعليق. بارطاجي من الفيديو مع العائله ومع الاصدقاء اللي تهم الفائده. ولا كنتو اول مره كتشوفوا قناه كياديليس عملوا الاشتراك، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. والى اللقاء. كياديليس.